عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. استعدادا للدخول في ترابص مغلق المنتخب التونسي، من المنتظر أن يعلن الناخب الوطني جلال القادري يوم الخميس القادم عن قائمة اللاعبين النهائية للمباراتين الوديتين ضد كل من كوريا الجنوبية واليابان أيام 13 و 17 أكتوبر تواليا. وستشهد القائمة حضور وجوه جديدة تنتظرها الجماهير التونسية بفارغ الصبر، والتي ستعطي إضافة كبيرة وستمثل قوة ضاربة للمنتخب التونسي. أكثر تفاصيل باش نشوفوها في الفيديو هذا، لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. من الممكن أن تشهد القائمة حضور التونسي إسماعيل الغربي صاحب الجنسيتين الإسبانية والفرنسية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار إلى استاد لوزان أوتشي السويسري، حيث سبق المدرب جلال القادري بأن أكد بأن إسماعيل الغربي متحمس جدا لحمل زي نسور قرطاج مستقبلا، ولكن اللاعب يطلب إمهاله بعض الوقت لفرض نفسه بفريقه أولا قبل الالتحاق بالمنتخب. وها هو اليوم إسماعيل الغربي عقب مباراته يوم أمس أمام نادي بازل السويسري شاهدناه في صورة مع مشجع تونسي يحمل الراية الوطنية بكل افتخار واعتزاز، مما يؤكد بأن اللاعب قد اتخذ قراره النهائي في تمثيل منتخب نسور قرطاج. وأظن أنه بالفعل قد حان الوقت المناسب لذلك بعد أن ضمن نفسه بتشكيلة فريقه استاد لوزان أوتشي، وأصبح من بين العناصر الهامة والأساسية بالفريق، ويقدم حاليا عروض متميزة مع ناديه، ويتم التعويل عليه بشكل كبير من قبل مدربه الفرنسي أنطوني بريزات من أجل تحقيق نتائج إيجابية للفريق. ورغم أن ناديه يتمركز ضمن المراتب الأخيرة، إلا أن إسماعيل الغربي قد تمكن من المساهمة في تسجيل 3 أهداف من جملة 4 مباريات شارك فيها. كذلك من المتوقع أن يلتحق أيضا بترابص المنتخب اللاعب التونسي صاحب الجنسية المصرية هيثم حسن لاعب نادي فياريال الإسباني المعار إلى فريق سبورتينغ خيخون حتى موفى شهر جوان من سنة 2024. وكان قد تحدث الناخب الوطني جلال القادري في وقت سابق مع هيثم حسن الذي عبر له عن استعداده للانضمام لمنتخب تونس، لكنه يطلب إمهاله بعض الوقت إلى حين إثبات نفسه بفريقه سبورتينغ خيخون والالتحاق بنسور قرطاج خلال ترابص شهر أكتوبر الحالي. وأتوقع شخصيا بأن اللاعب قد فرض نفسه بشكل جيد بتشكيلة فريقه، وهو الوقت المناسب للانضمام للمنتخب الوطني، حيث يشارك هيثم حسن بشكل مستمر مع ناديه وظهر بجميع مباريات الفريق للموسم الحالي كأساسي في 6 مناسبات، وفي مناسبتين تم إقحامه في الشوط الثاني من زمن المباراة. وتمكن يوم أمس من المساهمة في فوز فريقه على نادي ويسكا بنتيجة 1-0، حيث قدم أداء جيدا وقام بأسيست هدف فريقه الوحيد وتحصل على تقييم 7.5 من 10. كما أنه من الممكن أن تشهد أيضا قائمة المنتخب التونسي رجوع اللاعب محمد دراجر الذي كان غائبا عن زملائه في آخر ترابص المنتخب الوطني خلال شهر سبتمبر لمباراتي بوتسوانا ومصر، وذلك لأسباب فنية بحتة، باعتبار أن جلال القادري يعول فقط على اللاعبين الذين ينشطون بشكل مستمر مع فرقهم، حيث سبق وأن واجه محمد دراجر وضعية صعبة مع فريقه السابق نوتنغهام فورست الإنجليزي، ولم يكن في أحسن حالاته، مما دفع الناخب الوطني جلال القادري إلى الاستغناء عليه في الترابص الماضي. لكن حاليا ومنذ التحاقه بنادي بازل السويسري بتاريخ 25 أوت 2023 أصبح محمد دراجر يعتبر ركيزة أساسية من ركائز فريقه، حيث يشارك بصفة منتظمة بجميع المباريات ويقدم مستويات جيدة. ومنذ التحاقه بالفريق السويسري شارك في 5 مباريات كأساسي لمدة 413 دقيقة من أصل 450 دقيقة ممكنة بين مباريات بطولة وكأس، وآخرها مباراة يوم أمس ضد فريق إسماعيل الغربي استاد لوزان أوتشي، والتي شارك فيها لمدة 90 دقيقة كاملة وظهر بشكل متميز للغاية، وكان أحسن لاعب من جانب فريقه وتحصل على تقييم 7.4 من 10. لهنا نوصلوا نهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.